كيقولوا الدار بلا هي جسد بلا روح. نهار ماتت أمات ياسمين وخواتاتها الدار ما بقاتش فيها الضوء، ولكن الصدمة الكبيرة ماشي هي الفراق، الصدمة هي داكشي اللي غادي يجي من بعد. ايوا تبعوا معايا القصه باش تعرفوا شنو غادي يوقع. دخلت سعاد للدار بواحد الابتسامه صفراء، كتضحك وكتكركر وكتعطي غير الكلام المعسول كما كيديروا بزاف ديال العيالات فاش كيدخلوا للدار، لدرجه ان الاب المسكين هو اللي ولا غارق في الحزن ديالو. يسحب ليه جاب الملاك اللي غادي يجمع ليه الدار وغادي يجمع ليه الشمل. ساعه صدق مقلب، ما كانش عارف بلي دخل حنش لوسط دارو وبلي الحياه ديال بناتو غتولي جحيم وهو غير ساكت وشاد الفراش. اصلا هو كان مريض، ما كانش اصلا غادي يقول حتى حاجه، ولكن هاد سعاد جابت لهم التمام. لقات البنات صغار وما عندهم هاد المرة كانت قدام راجلها حنينه وكدلع البنات وكتعيط لهم غير بنياتي حبيباتي اجيو لهنا، وكتعنقهم وكتعطيهم الحنان. داك الحنان اللي فايض كتعطيهم الحنان بالزايد، ما كتعطيش الحنان غير بشويه، ولكن غير كتسد الباب وكيخرج الاب وكتبدل، كتولي بحال ديك الشيطانه، كتولي بصفه الشيطانه صافي. كتولي كتجوعهم ماشي غير التجويع النفسي، ولو كان غير التجويع النفسي لاباس. كانت كدوز عليهم التكاكه. البنت الكبيره كانت هي ياسمين، كانت كتجف في الدار بالماء البارد، واخا تكون الشتا واخا يكون الصهد، واخا ما كترحمهاش ما كتحنش فيها. والبنات الصغار كتقول لهم وبلاتي نكل الكلب ديالي حتى ياكل مزيان، عاد تاكلوا نتوما. ايوا كلاو البنات بعدا هما الاولين، عاد ياكل الكلب ديالك. اويلي لاله سعاد. واللي كان كيضر في الخاطر ماشي هو هادشي، اللي كان كيضر في الخاطر هو التهديد. كانت كتقول لهم الا عاودتوا هادشي لباكم غادي نقشكم، غادي نعلقكم في الضوايا. ايوا لاله سعاد دابا نشوفوا في الاخر شكون هي. وكتقول لهم انا باكم كيبغيني وانتم غنلوحكم في الزنقه، باكم ما غاديش يرحمكم. ايوا هما حيت كانوا كيخافوا من الوالد ديالهم ما قدروش باقي مازال يتكلموا او يقولوا لي شي حاجه. ايوا دوك البنات عاشوا واحد السنوات ديال الظلم والمجاعه حتى هي عاشوها. ايوا دازت 10 سنين والدار ولا السجن. ياسمين كبرات ولات هي الام لخواتاتها، كتحميهم بالله من قسوه سعاد اللي هي مرت باهم في الذات، ولكن كانت كتفرقع القلب. سعاد كانت شيطانه في صفه الانسان، كانت كتسرق الرزق الاب وتشري ذهب وحرير. كتقول ندير علاش نرجع، عارفه بلي فواحد النهار غادي يموت باهم وغادي تبقى غير هي بوحدها مع الله الله رحيم. ايوا بين ما البنات كانوا كيلبسوا غير حوايج ديال الجيران والحوايج المقطعين كتعطيهم هي دوك الجلال بالقدام ديالها كيعاودوا يخيطوهم وكيقدوا منهم شي حاجه يلبسوها. ولكن نهار وصلت النوبه للاخت الصغيره وسعاد بغات تبيعها لواحد الراجل غني وشارف غير باش تقبض الثمن وتهنى منها. تما ياسمين وقفه ديال المراه هادي وقالت لها زمان هادي وانا ساكته سالا، واليوم غتبدا الحكايه الحقيقيه. ياسمين ما غوطاتش وما مشاتش كتلب باها اللي ولا شارف وضعيف وكيطيق كل كلمه كتقولها ليه مراتو، كيتيق اي حاجه كتقولها ليه، كتجي غير كتبكي عليه واحد جوج دميعات وكيتيقها. بدات كتخدم بذكاء. البنت بدات كتخدم هنايا العقل ديالها. اكتشفت بلي سعاد عندها ماضي كحل وبلي كانت كتدخل الاب وتسرق ليه رزقه. بدات كتحط ادله صغيره في طريق باها برق ديما وصل ديال الذهب والبيع ديال داك الذهب اللي كانت كتشري هي. والضربه القاضيه دارت ليها كاميرا مخبيه في فاز قديم. ان هاد سعاد كانت كتعطي لباها شي دواء باش تقتلو. ساعه لقات البنت صورات سعاد وهي كتعاير الاب وهو مريض وكتدعي ليه بالموت باش تورثو. ايوا واحد الليله فيها الرعد والشتا والليله اللي تفرقعات فيها هاد القصه كلها. ياسمين جمعت العائله كامله حتى عمامها جدودها كلشي داكشي جمعتو، وكل بروده الدم طلعت الفيديو قدام كلشي. ما كانش غير فيديو ديال التعذيب، ولكن كان دليل بلي سعاد كانت كدير مواد مخدره في الدواء ديال الاب ديالها باش يبقى ديما غايب على الوعي وما يقول حتى كلمه وما عمرو يتكلم واخا يشوف ما يتكلم. ايوا هنايا ديك الشيطانه بدات كتخلع وبدات كتقول لهم لا انا ما درت حتى حاجه، لا بناتك غير بغاو يظلموني، لا انايا بريئه وهادشي اللي داروا بناتك ما عمرني غادي نسمح لهم وغادي نعاقبهم عليه. ايوا هنايا سعاد تخلعات وبدات كتهجم على ياسمين، ولكن الاب بحال يلاه فاق مسكين من الغيبوبه. شحال هادي هو ناس يلا وقف لاول مره من سنوات وبصوت كيترعد وكيقول لها خرجي عليا انت ماشي بشر انت شيطانه. ايوا خرجت سعاد مطروده وجرات موراها ديول الفضيحه وسالات حياتها وحيده في بيت بئيس، والرزق اللي سرقته رجعوه البنات بالقانون مازال ما خلاتهاش فيها ياسمين. اما ياسمين وخواتاتها قلبوا هذيك الدار المظلمه اللي خلات لهم هذيك سعاد مرت باهم الدار كلها نشاط وفرحه. تعلموا بلي الظلم مهما طال خيط واحد من الحقيقه كيقطع ستار الظلام. واليوم ياسمين كل ما جلست مع خواتاتها كتفكروا بلي الصبر ما كانش غير ضعف بل كان سلاحا فتاكا كنربحوا به المعركه في الاخير. الى عجبتكم القصه ديروا لايك وديروا متابعه باش يوصلكم اي فيديو جديد.